السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم أخبار الآن. فضلا وليس أمرا، اشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد. وافق المجلس الحكومي في اجتماعه الذي عقد يوم الخميس على مشروع القانون رقم 26/23 الخاص بالمسطرة المدنية. يهدف هذا المشروع إلى تحديث وتعديل قانون المسطرة المدنية بهدف موائمة أحكامه مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة وتلبية احتياجات المتقاضين والجهات الفاعلة الأخرى. ويرتبط هذا التعديل بتوجيهات الملك محمد السادس الهادفة إلى إصلاح العدالة بشكل شامل وعميق، وذلك حسب ما أعلنه وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال الاجتماع. كما يتوافق هذا التعديل مع توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة والتصريح الحكومي والخطط التشريعية المعمول بها في الحكومة. يتضمن مشروع القانون مجموعة من التحديثات والتعديلات، مثل تعزيز استقلالية السلطة القضائية من خلال تنظيم إبطال الأحكام التي تجاوزت السلطات المخولة للقضاة، وتسهيل إجراءات الولوج إلى العدالة، وتقليص الآجال، وتنظيم الطاعون والاستئنافات. أيضا يتضمن المشروع تعزيز دور القضاء في ضمان جودة العدالة وفعاليتها من خلال تبسيط الإجراءات وتنظيم استخدام التكنولوجيا في العمليات القضائية. كما ينص على إنشاء منصات إلكترونية لتيسير التواصل بين مختلف الجهات المشاركة في العمليات القضائية. من ناحية أخرى، تتضمن التعديلات إنشاء مؤسسة خاصة لتنفيذ الأحكام القضائية تطلع بالمسؤولية عن تنفيذ الأحكام ومتابعة الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بذلك. المجلس الحكومي أيضا وافق على مشروع المرسوم الذي يتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة ورصد إنتاجها وتسويق منتجاتها. يهدف هذا المشروع إلى تسهيل عملية إنشاء وحدات جديدة لتربية الدواجن وضمان مطابقتها للمتطلبات الصحية والتنظيمية. أخيرا، تم الموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين المملكة المغربية وجمهورية سيراليون، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الجريمة وتبادل تسليم المجرمين بناء على طلبات رسمية من البلدين.